السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة حلويات نيراس. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا وصفة قديمة بحلة جديدة، وهي وصفة التشارك المسكر. كما تعرفوا التشارك المسكر من الحلويات اللي ما تخطيش المائدة الجزائرية، سواء في الأعياد، في الأعراس والمناسبات، وكذلك الحفلات والنجاحات. واليوم إن شاء الله راح نشوفوها بشكل جديد، اللي هي بالسكر الملون اللي راهو دارج في سنة 2018. رايحة نعملها باللون الوردي والأزرق. دون إطالة نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبدأ أولا بمقادير العجينة. أنا رايحة نعمل كمية قليلة فقط، وراح نقيس بهذا الفنجال. رايحة نهز منه 3 كيلات ممسوحين من الفارينة أو الطحين العادي، ونفس الكيلة رايحة نكيل بها السمن يكون ذايب وبارد. كيلة واحدة تاع سمن، رشة تاع ملح، ونصف كيلة من ماء الزهر اللي رايحة نجمع بها العجينة. نبداو على بركة الله. نبدا نكيل الفارينة أو الطحين. كما قلت تديو 3 كيلات ممسوحين كما تلاحظوا هنايا. نزيد الكيلة الثالثة تكون ممسوحة دائما، وبنفس الكيلة اللي كيلت بها الفارينة نزيد أول رشة الملح، ثم نزيد كيلة من السمن اللي نكون ذوبته وخليته يبرد. نفس الكيلة اللي كيلت بها الفارينة رايحة نكيل بها السمن. نخلط الآن نبسس هذيك الفارينة كما تلاحظوا هنايا، ثم ندي نصف كيلة من ماء الزهر ونبدا نجمع بها العجينة. حاولوا ما تعجنوش العجينة، جيست تدخلوا فيها ماء زهر كما تلاحظوا هنايا. ممكن تكفيكم الكيلة تاع الماء زهر، هي اللي هي نصف كيلة ماشي كيلة كاملة، ولكن ما كفاتكمش نص كيلة زيدوا شوية. انا هذيك النصف الكيلة تاع الماء زهر كفاتني وجاتني قد مع الفارينة، مع كمية الفارينة كما تلاحظوا هنايا. حاولوا ما تعجنوش. هنايا كملت نصف الكيلة وجمعت العجينة تاعي كما تلاحظوا هنايا. العجينة تكون طرية. الآن رايحة نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح على الأقل لمدة ساعة كاملة. نمر الآن إلى مقادير الحشوة. عندي هنايا 2 كيلات من الكاوكاو اللي كنت حمصته ورحيته رقيق، واللي تحب النتيجة مضمونة تستعمل اللوز أحسن من الكاوكاو. وعندي نصف كيلة من السكر، رشة ملح، رشة من القرفة، والقليل من ماء الزهر. نبدا نكيل الكاوكاو تاعي. كما قلت لي نتيجة أحسن ومضمونة استعملوا اللوز أحسن، لأنه الكاوكاو يطلق الزيت وتجيكم الحشوة تاعو يابسة شوية. أما اللوز راح يجيكم هايل. استعملوه بنفس المقادير ونفس الطريقة. خلطت هنا كامل المواد الجافة مع بعض. نزيد هنايا ملعقة صغيرة كنت ما ذكرتهاش في المقادير من السمن أو الزبدة، ونبدا نخلط بالمزهر. جوست نحرك الحشوة تاعي حتى نحسها باللي تماسكت وحكمت في بعضها. نزيد شوية مزهر، ورايحة نزيد نحطها حتى هي في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح. هنايا بعد ما كملت شكلت كامل العجينة والحشوة تاعي كما تلاحظوا، رايحة نبدا نشكل التشارك. نهز حبة من العجين ونحطها بين 2 بلاستيكات من البلاستيكات الغذائية، ونبدا نحلها بشكل رقيق، بسمك رقيق بالحلال بشكل يكون دائري. ثم نجيب الحشوة تاعي نحطها هنايا في الطرف، ونبدا نلوي عليها العجينة كما تلاحظوا هنايا. ونبدا نحربشها كما تلاحظوا هنايا، ونغلق هذوك الاطراف. العجينه لانها طريه ومرتاحه رايحه تعطيكم الطوع، ورايحين تخدموا بها كما تحبوا، راح تجي روعه. ثم نجيب الان الصينيه ونحط نشكل فوقها الحبه تاعي كما تلاحظوا هنايا. الصينيه اللي كنت حطيت فوقها ورق الزبده. هنايا الا كنشتو بلي هذوك الاطراف جاو طوال بزاف، معليش تنحيو تنقصوا من العجينه كما درت انا، وتبداو تشكلوا الحبه تاعكم. هنايا هذاك الغلاق تحطوه من تحت، ونحط بوشون تاع قرعه ولا اي حاجه اللي تكون دائريه باش نشكل بها، تساعدني اني نشكل الحبه تاعي كما تلاحظوا هنا. ثم نحي هذاك البوشون كي نعدل الحبه تاعي، نحي البوشون ونجيب ان كوردون ونثقب به الحبه تاعي كما تلاحظوا من عده جهات.
هنايا بعد ما شكلت كامل الحبيبات نتاعي وبيكيتهم رايحه نخليهم يرتاحوا مده ساعتين، ثم نسخن الفرن تاعي على 180 درجه وندخلهم يطيبوا مده 25 دقيقه. نمر الان الى مرحله تلوين السكر الناعم. عندي هنا كميه من السكر الناعم اللي تحتاجوها مع كميه من الملون. انا اخترت ملون غذائي باللون الاحمر. رايحه نجيب الخلاط نتاعي نحط فيه السكر الناعم. مع الاول ضفت اللون بودره ما حليتوش في الماء، ولكن النتيجه كانت يعني غير مرضيه كما تلاحظوا هنا. وليت خديت كميه من الملون وحليتها في قطره تاع الماء. لازم الماء تكون كميه قليله جدا، واذا عندكم الالوان السائله او الجال راح تعطيكم نتيجه احسن من هذه بكثير. حليت هذاك الملون كما تلاحظوا في قطره تاع الماء وبديت نزيد بشويه ونميكسي. زدت هنا الكميه شويه قليله وبديت نخلط، ولكن ما تحصلتش على الدرجه المرغوبه. وليت زدت ثاني كميه ثانيه، ولكن ضروري انه تاخذوا وقتكم في الخلط. مع الاول راح تبان لكم باللي كميه الملون راهي قليله، ولكن كي تاخذوا وقتكم تقريبا 20 دقيقه وانتم تخلطوا رايحه تحصلوا على الدرجه المرغوبه. كيما انا هنا شوفوا مع الاول جاتني شغل ما وصلتش للدرجه اللي راني حبتها، ولكن ما زدتش الملون وبقيت غير نميكسي مده 20 دقيقه. وراح تشوفوا كيفاه رايحه الدرجات تاع اللون تمشي وتزيد وحدها. نتوما تخلطوا وهي تطلع. شوفوا هنايا في الاخير هذه هي النتيجه النهائيه. يعني لازم ديروا حسابكم وتحطوا غير كميه قليله تاع الملون وتاخذوا وقتكم في الخلط. ولو كان تستعملوا الرحايه تاع التوابل ولا القهوه راح تعطيكم نتيجه احسن من هذا الغوبو. ثم الان راح نجيب صفايه ونصفي السكر تاعي كما تلاحظوا هنايا، لانه راح يدير شويه تكتلات. نصفيه باستعمال الملعقه. ثم نخليه ينشف معايا في مكان بعيد عن الرطوبه مده ليله كامله. هنايا بعد ما طاب الشارك تاعي خليته حتى برد. خدا معايا 25 دقيقه في الفرن، ولازم يطيب باللون الذهبي وليس الاحمر. كنت تخليوه حتى يحمر رايح يبسلكم. الان رايحه نحضر الشربات اللي نحتاج فيها نصف كوب من الماء الزهر وربع كوب من السكر الناعم. نخلطهم مع بعضهم في هذا الاناء ونحرك باستعمال الملعقه ولا الشوكه حتى يذوب معايا هذاك السكر. ونبدا نغطس فيه الحبيبات نتاعي كما تلاحظوا هنايا. نخليهم يتشربوا شويه، نقلبهم ونخليهم يتشربوا. لازم يتشمخوا مليح باش يهزوا لكم السكر الناعم. تقريبا 20 ثانيه. كي نشوفهم تشمخوا لي رايحه نهزهم ونخليهم يقطروا على قطاره كما تلاحظوا هنايا، ولكن ما تخليوهمش حتى ينشفوا خلاص، جوست يقطروا شويه ويتنحى لهم هذاك الماء الزائد. وتبقاو تكملوا بنفس الطريقه حتى تكملوا كامل الكميه. هنا بعد ما غطستهم كامل في الشربات رايحه نهز بالحبه ونحي هذاك الزياده تاع الشربات ونحطها في السكر الناعم وندفنها بهذه الطريقه. لازم تدفنوهم يعني تغطيوهم من كل الجوانب. ونكمل بنفس الطريقه. هنايا راح تحتاجوا كميه كبيره تاع السكر الناعم باش تسكروا الشارك تاعكم، يعني على بالكم بلي تحتاجوا كميه كبيره. رايحه تدفنوا الحبات تاعكم كامل وتخليوهم بهذه الطريقه على الاقل مده ساعه باش يتشربوا السكر ويلصق فيهم. وهنايا عندي كميه من السكر اللي لونتها بنفس الطريقه باللون الازرق. وهذه طريقه ثانيه للتسكر، انكم تسكروا باستعمال كيس بلاستيكي. بنفس الطريقه ثاني تمسحوا الحبيبات تاعكم وتحطوهم في الكيس اللي كنتو حطيتوا فيه السكر الناعم وتغبروهم بهذه الطريقه وتزيدوا تخليوهم يرتاحوا ويتشربوا مليح من السكر الناعم. هنايا انا الحبيبات تاعي يعني نحيتهم مباشره لاني للاسف محكومه بوقت معين باش نصور فيه الفيديوهات. رايحه نحي لهم الزياده هذيك تاع السكر الناعم. وفي وقت التقديم تزيدوا تحطوا عليهم شويه بالصفايه كما تلاحظوا هنايا وتقدموهم وتكملوا بنفس الطريقه حتى تحضروا كامل الحبيبات تاعكم. وهذا هو الشكل النهائي للوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. بعد ما كملت سكرت الشارك تاعي اللي باللون الوردي واللون الازرق. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم، خاصه وانه الفكره جديده ودارجه في 2018. الان رايحه نقسم لكم حبات تشوفوا من الداخل. شوفوا كيف يجي مورق ومبسس
تبعوا برك النصائح وما تخليوهش يطول بزاف في الفرن، يعني ما يفوتش 25 دقيقة في الفرن. لحقنا لنهاية الفيديو تاع اليوم. نتمنى الوصفة تكون عجبتكم. من فضلكم حباباتي ما تحرمونيش من اللايكات، التعليقات الراقية اللي عودتوني عليها، والاشتراكات في القناة. نتلاقاو في فرصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.